بسم الله الرحمن الرحيم. الاستهداف الصهيوني الأخير لأحد قادة المقاومة الشهيد بهاء أو العطا هو يأتي في سياق سياسة الغطرسة الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، وهي أيضا من حيث التوقيت تهدف إلى خدمة موقف نتنياهو في الانتخابي في ظل الاختلاف بين الكتلتين الأكبر في الساحة الإسرائيلية. ولذلك نتنياهو يريد أن يرفع أسهمه من خلال الدم الفلسطيني. المقاومة الفلسطينية تواجه هذه الممارسات والجرائم الإسرائيلية بنوع من الحكمة وبنوع من الصلابة، بما يحقق ردع الاحتلال ومنعه من الاستمرار في هذه الجرائم، وبما يحمي الدم الفلسطيني. هناك تشاور كبير بين قوى المقاومة، هناك غرفة عمليات مشتركة تدير المقاومة، تدير المجموعات المقاومة الفلسطينية، ولذلك قرار المقاومة وأساليبها تدار بقرار توافقي بما يراعي المصلحة الفلسطينية. المقاومة الفلسطينية تمتلك وسائل جيدة، وهذه الوسائل هي في حالة تطوير مستمر وفي حالة تزويد مستمر، ولكن علينا أن نشير أن هناك فارق هائل بين إمكانات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية وبين إمكانات المقاومة. ولذا نحن نعول أكثر من الوسائل العسكرية، نعول على إرادة شعبنا وقدرته على الصمود والثبات واستبساله في مواجهة ومقاومة هذا الاحتلال. نحن نأخذ بالأسباب، ولكن السبب الأساسي هو سلاح الإرادة وعدم الانكسار، ونحن واثقون أنه بإرادتنا وبسلاحنا وبتوكلنا على الله تعالى سننتصر في النهاية على هذا الاحتلال ونطرده من القدس وفلسطين. يعني فيما يتعلق بموضوع الانتخابات الفلسطينية الداخلية، حماس تؤمن بالإجراء الانتخابات. هذه هي الوسيلة الوحيدة للتداول السلمي على السلطة وتمكين شعبنا من اختيار قيادته، ولذلك لا يحق لأي فصيل فلسطيني تعطيل الانتخابات الفلسطينية. ولكن أي انتخابات يجب أن تجري في ظروف من النزاهة وفي جو من التوافق الفلسطيني وفي ظروف متكافئة لجميع الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية. بكل أسف هناك خلل في الظروف المهيئة لإجراء الانتخابات، خاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان في الضفة وما شابه ذلك من اعتقالات. وأيضا القانون الفلسطيني هناك تعديلات جرت من حركة فتح، وهذا كله على القانون، هذا كله بحاجة إلى مراجعة وبحاجة إلى توافق وطني. موضوع يعني ضمان مشاركة القدس، موضوع الإشراف القانوني، هناك قضايا كثيرة بحاجة إلى متابعة. ولذلك حركة حماس وجميع الفصائل الفلسطينية أكدت أنها معنية بإجراء الانتخابات ودعت إلى إجرائها، لكنها طلبت أن يكون هناك لقاء وطني بين الفصائل الفلسطينية قبل تحديد موعد الانتخابات. من خلال هذا اللقاء يجري البحث والتوافق في جميع النقاط المتعلقة بالعملية الانتخابية بما يمكن من إجراء عملية انتخابية نزيهة وناجحة وتضمن تجاوز الانقسام، لا أن تساهم لا سمح الله في تعزيز الانقسام. بكل أسف قيادة حركة فتح رفضت ذلك وأصرت على أن يتم إعلان الموعد الانتخابات ومن ثم عقد لقاء بين الفصائل حول التفاصيل الانتخابية. ورغم ذلك نحن لم نعارض، والحركة أعلنت قبولها بإعلان انتخابات ومن ثم عقد لقاء الفصائل للبحث في تفاصيل العملية الانتخابية. نحن لن نقف عند يعني التفاصيل، ما يهمنا هو إجراء الانتخابات.
والشرط الأساسي الذي لن تسمح الحركة بتجاوزه وضمان مشاركة الفلسطينيين في مدينة القدس في العملية الانتخابية، لأن الاستثناء المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس من عملية الانتخابات يعني عمليا قبول الشعب الفلسطيني باستثناء أو بهيمنة الاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس، وهذا غير مقبول وغير مسموح. ولذلك لن تجري أي انتخابات بدون مدينة القدس. هذا هو موقف حركة حماس. ومن هنا هناك اتصالات مستمرة ومحاولة تذليل أي ملاحظات، ونحن في حماس مرنون إلى أبعد مدى بما يمكن من إجراء العملية الانتخابية. العملية التطبيع التي تجري في المنطقة وخاصة في عدد من الدول العربية هي تطور خطير، لأن هذا التطبيع هو يشرعن الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. ونحن وصلنا إلى درجة أن تستقبل الدول العربية لا علاقة لها أصلا بالاحتلال وليس لها مشكلة أو ليس لها يعني هذه الدول كما أشرت تستقبل قادة الاحتلال مثل ما جرى في عمان من استقبال المجرم نتنياهو. بعض الدول تستقبل الوفود إسرائيلية تحت عناوين مختلفة، وهذا تطور خطير. بعض الصحفيين بعض النشطاء في هذه الدول يخرج على الإعلام يعني يبارك الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني خاصة في غزة، ويعلن دعم الاحتلال ضد غزة. أن هذا سقوط كبير، سقوط أخلاقي كبير. بكل أسف هذه التجاوزات تجري في ظل عدم وجود أي ردود فعل من الدول ذات الصلة، وهذا يعني أنها راضية ومشجعة لما يجري بكل أسف. لكن نحن مع ذلك نقول الأمة الإسلامية أمة حية، وهذه الأمة تؤمن بأن القدس وفلسطين هي ملكها وليست ملك الفلسطينيين فقط، وهذه الأمة لن تفرط بمقدساتها في فلسطين بأي حال من الأحوال. ولذلك هذا التطبيع مهما بلغت خطورته نحن لسنا قلقين، وإن شاء الله هو إلى زوال. الحق سيعلو والباطل سينهزم بإذن الله تعالى. يعني منظمة التعاون الإسلامي لها سقف معين للعمل، وهي يعني الدور الأساسي بالنسبة لها هو دور سياسي في هذه المرحلة، ونحن ندعو إلى تطوير عملها بما يعزز هذا الدور السياسي. لكن القضية الفلسطينية بحاجة إلى جهد أكبر، لأن المؤامرات على القضية الفلسطينية مؤامرات كبيرة. الاحتلال يستمر في تهويد ومصادرة مدينة القدس، يستمر في الاستيطان في الضفة الغربية، يستمر في حصار غزة، يستمر في العدوان والقتل اليومي. ولذلك هذا بحاجة إلى جهد حقيقي وبحاجة إلى جهد كبير. ونعني هنا هو جهد الأمة بكل مكوناتها، سواء كانوا كأفراد أو كنخب أو كمثقفين وعلماء. الكل في موقعه يجب أن يدلي بدلو، ويجب أن يشارك في حماية القدس وحماية فلسطين. هناك أشكال كثيرة جدا للمساهمة في حماية القدس وحماية القضية الفلسطينية. وعلى سبيل المثال يعني هناك الدعم السياسي، هناك الدعم الإعلامي، سواء كان من خلال وسائل الإعلام العربية والإسلامية أو من خلال الإعلام الاجتماعي، وهو اليوم أكثر تأثيرا على الاحتلال من أي وسائل إعلام أخرى، وهو إعلام سلس وسهل ويمكن تفعيله بإمكانات بسيطة جدا. وأيضا الدعم المالي لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني خاصة في غزة والقدس من خلال دعم المشاريع وتبني العائلات الفقيرة وطلبة العلم وأهالي الأسرى والجرحى والشهداء. الأمة تستطيع أن تفعل ذلك ويجب أن تفعل ذلك، لأن هذا هو أقل القليل الذي يمكن أن تقدمه الأمة. إذا كان الشعب الفلسطيني يقدم دمه بكل سهولة، فمن باب أولى أن الأمة تقدم المال من أجل ثبات الشعب
الفلسطيني. أيضا الأمة يجب أن تفعل دورها في الشارع. لا يعقل أن غزة تتعرض للقصف والقتل على مدار يعني 4 أيام بينما لم تتحرك شوارع الأمة من أجل نصرة غزة. هذا منظر مؤلم لأهل غزة، ويجب أن تنتبه إليه الأمة في مثل هذه الحالات. الأمة تستطيع أن تفعل الكثير، كل ساحة لها خصوصياتها، كل ساحة تستطيع أن تحدد ما الذي يمكن أن تقدمه وما هو يناسبها من فعل تضامن مع فلسطين. ولكن يهمنا في النهاية أن تصل رسالة لأمريكا وإسرائيل أن قضية فلسطين هي قضية أمة، وأن الأمة الإسلامية لن تخذل الشعب الفلسطيني، وأنها تحتضن هذا الشعب حتى استرداد أرض فلسطين والقدس.